حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ماذا تريد من الرجوع؟ لماذا تريد أن تعود إلى الحياة؟ هل تريد أن تجمع تجارة؟ هل تريد أن تجمع مالا؟ هل تريد أن تحصل على وظيفة وعلى منصب؟ لا والله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يفيد، فات الأوان، انتهى الأمر. تذكر تلك اللحظات التي ترى فيها مخلوقات لم ترها من قبل. إنك سترى الموت وسترى الملائكة وهم يبعدون عنك مد البصر. هذه اللحظات عصيبة. أرجو السماح يا إخوان. أنا ما أريد أن أكدر هذا المجلس، ولكن كثيرا من الشباب يعيشون في غفلة لا يعلمها إلا الله. لا يحافظون على الصلوات ولا يقومون بالواجبات، ونفاجأ بأن فلانا قد انتقل إلى الدار الآخرة. ما هو العمل الذي قدمه؟ لا شيء. خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. تصور تلك اللحظات يوم أن ينظر إليك الأهل. أمك إذا عاشت بعدك ستنظر إلى تلك اللحظات وأنت تنازع السكرات. أبوك أيضا، أهلك، فلانك، أحبابك، أصدقائك، وهم ينظرون إليك إلى موقف عصيب. ترى ما لا يرون وتشاهد ما لا يشاهدون. صور الله هذا المشهد في القرآن فقال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.